السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فكرة جديدة حبيت اشاركها معاكم، ويا ريت تنال اعجابكم، وبتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان هتنبهروا بالنتيجة. ولو اول مرة تشوفوني، انا تقى بقدم محتوى عن اعادة التدوير والافكار البسيطة وحاجات تفيدنا في بيتنا، ولكل واحدة حابة تشارك حاجة جديدة في حياتها وتنمي من اولوياتها. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ويلا بينا نبدأ فكرة النهاردة عشان تعملي شنطة لبنوتك تعيب بيها وتنبسط، او تكون لايقة على الطقم اللي انت عاملاه، او جايبه لها طقم جديد وحابة تعملي لها شنطة قريبة من نفس الطقم، او تضيفي لمسة جديدة لبس بنوتك. النهاردة معانا سلوبيت بنوتة جميلة، وعملنا من بواقي القماش اللي طلعت منها الشنطة اللي معانا دي. زي ما انتوا شايفين جبنا القماش وابتدينا نشكله زي ما انتوا شفتوا في الفيديو كده، وحطينا مقوي ليه اللي هو كان عبارة عن الجل اللي بيتحط في الياقة القميص او الشميز. وبعد كده ابتدينا نجيب سوستة برضو من الحاجات القديمة اللي موجودة عندنا، زي ما اتفقنا فكينها من شنطة قديمة عندنا، وابتدينا ان احنا نقفل الاجزاء على بعضها. انا حاولت ان انا اختصر لكم جزء كبير من الفيديو عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وعشان الفكرة توصل في اقل وقت وبافضل طريقة. بعد كده ابتدينا ان احنا نثبت السوستة والجناب بتاع الشنطة زي ما انتوا شايفين كده، وكانت كلها مقوية بالفازلين ده. الفازلين ده يعني يعتبر قوم لنا القماش بشكل كبير. طبعا ضفنا مع القماش بتاع السلوبيتا قماش جينز عشان خاطر ما يبقاش كل الشنطة بلون واحد، وعشان ان احنا لو حابين نلبسها على حاجة تانية برضو طول الوقت في استخدامك للحاجة تفكري بيها لأبعاد كتير، ما تفكريش طول الوقت بمنهجية واحدة بس. يعني انا مثلا دلوقتي حابة اعمل شنطة تبقى لايقة جدا على السلوبيتا اللي انا عاملاها وتبقى اكنها بتاعتها، ففعلا عملت كده، بس في نفس الوقت اديتها لمسة ان انا لو عايزة البسها على حاجة تانية البسها. ليه؟ ان احنا ما يبقاش الحاجة مقتصرة على استخدام واحد بس او اوبشن واحد بس. في حالة ان البنت كبرت، او ان انت حابة تلبسيها على حاجة تانية، او ما فيش غيرها اصلا شنطة بتستخدم لحاجات كتير، فبالتالي هتستخدم معاكي في كل حاجة، ما فيش مشكلة. بعد كده عملنا البطانة الداخلية للشنطة. طبعا اي قماشة موجودة عندك، مش شرط نفس اللون، مش شرط نفس الخامة، ولا شرط اي حاجة خالص. مش الجزء ده هيبقى هنركب فيه الجزء البطانة، وهنثبته من بره بالسوستة اكننا بندوس على السوستة بالظبط. هنا كل حاجة عملناها زي ما اتفقنا من حاجات برضو موجودة عندنا، يعتبر ما عملناش اي تكلفة في الشنطة دي. ولو جينا قارناها ان احنا نشتريها من بره، اكيد هنلاقي ان احنا موفرين كتير جدا، ومش هناخد نفس المميزات اللي هناخدها في الشنطة دي. ان البنوتة وهي لابساها مع الطقم هتبقى مميزة جدا، وفي نفس الوقت ان انتي هتستخدميها في حاجات تانية كتير. وعلى فكرة الشنطة دي من جمالها انت ممكن انت كواحدة كبيرة تشيليها مع بنوتك وتستخدمي وتحطي فيها اغراضك انت كمان. من الحاجات اللي انا انبسطت بيها جدا في الاستخدام. ولو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو، بتمنى الفيديو يكون عاجبك، وبتمنى تستفادي من الفكرة، وتتابعيني على صفحتي على السوشيال ميديا على فيسبوك وتيك توك، وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وبتمنى تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب عشان تشوفوا كل جديد معانا، وتتابعونا دايما وتشاركونا بأفكاركم. ولو نفذتوا الفكرة يا ريت تبعتوها لي. الجزء هنا دي تكات وحركات انتي برضو اللي بتتحكمي فيها. هنا السوستة اللي انا جبتها دي ما كانش ليها مقبض معدن، كان الجزء ده جزء من الشنطة بتاعتها جلد، بس الجلد بتاعه للأسف كان متهالك. طبعا اكيد انا ما فكتش الشنطة عشان هي كانت سليمة، اكيد هي كانت ابتدت تتهالك. فهنا الجزء ده الجلد بتاعه ابتدى يتهالك، فابتديت افك كل التفاصيل اللي كانت موجودة في اليد بتاع السوستة وحطيتها معايا في نفس القماشة بتاعت الشنطة، بحيث ان انا انقل كل التفاصيل بمميزاتها وتلاشى عن كل العيوب اللي موجودة في الحاجة اللي انا واخداها. ونفس الفكرة زي ما اتفقنا ان احنا مش كل الحاجة اللي موجودة في الحاجة القديمة بناخدها، لو السوستة مش افضل حاجة اكيد مش هناخدها.
هنا السوسته كانت ممتازه جدا، بس ناقص ان اليد بتاعتها تكون متحدثه. بعد كده هبتدي ان انا اركب اليد بتاعت السوسته. ده ايه؟ ده الفستان بتاعنا اللي احنا عملنا منه شنطه قبل كده جينز. الفستان ده هناخد منه يد للشنطه دي عشان نكمل الشياكه بتاع البنوته. هنيجي هنا ناخد يد جينز. اليد دي في الاول فكرت لها ان هي تبقى تتضيق وتتوسع، بس بعد كده قلت ان البنوته الصغيره مش في حاجه للنقطه دي، وفي نفس الوقت هتعرض الشنطه جدا وتخليها، او تعرض اليد وتخلي الشنطه تقيله، وده طبعا مش متاح لان الشنطه اصلا خفيفه جدا. لو شلتيها في الوزن هتلاقيها خفيفه، لان البطانه بتاعتها طبعا زي ما اتفقنا حطينا من حاجه خفيفه جدا، فالشنطه خفيفه، فبالتالي ان احنا كان المفروض نختار يد خفيفه برضه. طبعا كل الاكسسوارات دي من الحاجات اللي احنا فاكينها. ابتديت هنا اغير الفكره ان انا مش هعمل الجزء بتاع التوسيع والتضييق في اليد، هستخدم المقبضين بس. ابتديت ان انا اعمل يد على قد البنوته، بحيث ان انا ما هي مش هتوسع وتضيق، هتبقى مظبوطه بالنسبه للبنوته. هنا طبعا بغير الفتله عشان خاطر اعملها بنفس لون اليد. هنبتدي ان احنا نثبت اليد ونشتغلها ونركب المقابض بتاعتها، وهتبقى هي كده الشنطه يعتبر جاهزه بالنسبه للبنوته. انا طبعا هنا عامله دي على سلوبيتا، للاسف انا ما صورتها لكوش لا في القص ولا في الخياطه، انا هوريها لكم في الفينش النهائي بس. ولو انتوا حابين تشوفوا طريقه قص وخياطه السلوبيتا دي يا ريت تبعتولي وانا ان شاء الله هنفذها معاكم. هنا السلوبيتا دي كانت قطن جميلة جدا. يعني انا دايما في هدوم الاطفال بحب ان انا استخدم القماش القطن الداخلي فوق تحت الفستان، بحيث ان هو يبقى طري على الطفل، الا ان القماشة دي كانت قطن 100%، فابتديت ان انا استخدمها من غير اي بطانات. وهنا الشنطة معانا جاهزة لأحلى بنوتة، وهنشوفها مع بعض مع السلوبيتا. ودي كانت النتيجة النهائية. دي السلوبيتا معانا بتاع البنوتة، ودي شنطتها. بتمنى تعجبكم الفكرة وتستفادوا منها وتشاركوها مع أصحابكم، ولو نفذتوا الفكرة يا ريت تبعتولي منها صور ونشاركها على الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسيبكم بقى مع السلوبيتا. سلام.